المقلوبة على الطريقة الأصلية هعرفكوا ازاي تعملوها بأبسط طريقة وهتطلع معاكوا ناجحة حتى لو أول مرة تعملوها. كل الطبقات هتكون مستوية واللحمة دايبة كده زي ما انتوا شايفين. تعالوا أقولكوا عملتها ازاي. علشان نسلق اللحمة هنحتاج نضيف للمية بصل وطماطم وشوية منكهات علشان تدي الطعم الحلو، قرفة خشب وحبهان وقرنفل وفلفل أسود ورق لورا، وشوية القرنفل كمان يكونوا كتير. بعد ما المية غليت حطيت فيها اللحمة وخليتها تستوي، تقريبا خدت من ساعة ونص لساعتين على حسب قطعية اللحم. الخضار اللي هنستخدمه بقى في الوصفة دي هيكون عبارة عن بتنجان وبطاطس، لو حابين تضيفوا قرنبيط دي اختيارية، ولكن أنا بحبها بس بالبيزك البتنجان والبطاطس. قشرت البتنجان وأنا استخدمت 3 تقريبا نفس الحجم ده، وقشرت كمان البطاطس واستخدمت 3 حبات برضو، وطبعا الكمية دي ترجع لكم. بعد كده ابتديت ان انا اقطع البتنجان حلقات زي ما انتم شايفين وتكون سمكها تقريبا 1 سنتي. قطعتها، ممكن تقطعوها كمان بالطول زي ما تحبوا. التقطيع ده برضو